السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في مطبخ ست الكل. تعالوا نعمل مع بعض النهارده وصفة جميلة جدا. نعمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة وميكس الجبن بطريقة سهلة جدا ومكونات بسيطة ومش هتفك منك. شايفين بسم الله ما شاء الله جميلة ازاي، ولا فكت مننا وهي بتتقلي ولا اي حاجة، وتعمليها وتخزنيها وتحطيها في الفريزر تنفعك في اي وقت تحتاجيه. تعالوا نشوف طريقتنا. معايا هنا كيلو بطاطس غسلتها وقطعتها قطع بالشكل ده. نحط عليها ميه مغليه وهنسيبها تستوي. احنا عايزينها بطاطس مسلوقه كننا هنعملها مهروسه. هنسيب البطاطس تستوي. تعالوا نعصج مع بعض اللحمه. معانا هنا الطاسه سخناها، هننزل ب 250 جرام لحمه، يعني ربع كيلو لحمه. انا ما بحطش ماده دهنيه للحمه المعصجه عشان هي اللحمه فيها دهون كفايه، فمش محتاجه دهون اكتر. حط رشه بودره حبهان وملح وفلفل اسود بس، مش عايزين نحط بهارات كتير. هنعصج اللحمه. معايا هنا بصلتين كبار مفرومين، هنشوحهم مع اللحمه لحد ما البصله تدبل وتستوي مع اللحمه. هنظبط الملح والفلفل بتاعنا كده. اللحمه بتاعتنا بقت جاهزه. تعالوا نشوف بقى البطاطس بعد ما اتسلقت. نهرسها كويس جدا ونتاكد ان مفيش اي تكتلات. معانا هنا بقى معلقه دقيق كبيره، ملح، فلفل اسود، كمون، ونص معلقه صغيره بودره ثوم، ونص معلقه صغيره بابريكا. انا بحط هنا معلقه الدقيق عشان تبقى البطاطس متماسكه كويس، وعشان ما نجيش لما نقليها تبقى ناعمه وتفك مننا. هننزل بقى باللحمه اللي معصجينها وميكس جبن، موتزاريلا، شيدر، رومي، اي حاجه، او جبنه موتزاريلا بس المتاح عندك. هنغطيها ونحطها ترتاح في التلاجة نص ساعه. بعد ما ارتاحت في التلاجة انا هنا حطيت رشه دقيق في الصينيه وهشكل عليها كفتة البطاطس. انا عملتها اقراص بالشكل ده مدورة، عملتها صوابع. ممكن تعملي الشكل اللي يعجبك. هنحطها على رشة الدقيق كده ونقلبها فيها. ده بيخلينا نوفر على نفسنا خطوة يعني هنعملها في البيض والبقسماط. معايا هنا بيض ولبن عليه رشة ملح ورشة فلفل اسود وبقسماط. احنا لما رشينا عليها دقيق يعتبر خلاص خدت طبق الدقيق، يبقى سهل علينا. شايفين بتنزل معايا في البيض بنعمله في البقسماط، ما بتفكش مني ولا اي حاجه ومتماسكه. بقى تعمليها تشيليها في الفريزر، تحتاجيها اي وقت هتطلعيها من الفريزر على الزيت على طول، ما نطلعهاش تبرد، من الفريزر على الزيت على طول. دي الكميه طلعت معايا. عملوا كميه كويسه حوالي 35 قطعه. انا هنا سايبه معايا كام قطعه عشان اقليها واوريها لكم عشان نتاكد انها ما بتفكش، واوريكم هتطلع عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله. نازليها على طول في زيت سخن. شايفين بسم الله ما شاء الله شكلها جميل ازاي، ولا فكت معانا ولا فتحت ولا اي حاجه. بجد جربوها هتعجبكم جدا. وصفه جميله جدا وتنفع في العزومات او في اي وقت، اولادك هيحبوها جدا. شايفين بسم الله ما شاء الله بتخربش ازاي، ولا شاربه زيت ولا اي حاجه، وهشه وجميله من جوه. شايفين الجبنه بجد جميله جدا. جربوها هتعجبكم جدا. ولا اول مره تشوفوني متنسوش تعملنا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ست الكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.